ثم البنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في وصفة جديدة من الحلويات العيد ديال 2025. حلوة رائعة وديما مجربينها وناجحة معنا 100%. تبعوا معايا المقادير وغادي تشوفوا هاد الهلاليات ديال العيد كيف غادي يجيو على شكل كعيبات، تيجيو رائعين بالكاوكاو ومذاقهم خرافي. سهله في التحضير وما تطلبش منكم مقادير كثيره. هذه نصف المقادير ويلا تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخير. وما تنساوناش يا البنات دائما تلايكيو لنا الفيديو وايضا تبارطاجيو الوصفه مع احبابكم وصحابكم. ويلا نبداو وعلى بركه الله. السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم رجعت باش نقدم لكم حليوه من الحلويات ايضا التقليديه واللي زوينه واللي كانت ديجا مشهوره تبارك الله، واللي هي الحلوه ديال الكاوكاو اللي غادي نديروها على شكل كورني او على شكل كعبه. غادي نشوفوا المقادير مع بعض ويلا نبداو على بركه الله. نقدم لكم المقادير ومن بعد ما نصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. عندي هنا غير نصف المقادير. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، عندي نص كاس تاع الزيت، هذا الكاس ماشي ديال العنبه كيف كتشوفوا. هنا عندي السكر، عندي غير نص كاس ديال السكر الثقيل. عندي هنا بيضه، عندي واحد الفلون ديال الكراميل، عندي نص خماره فئه 8 غرام، عندي الدقيق هي وما جمعت، عندي رشه ديال الملح، عندي جوج ديال الفرماجات مثلثات الا كان عندكم. انا ما عنديش حتى هذا كيعوض الفرماج المثلث. راكم كتشوفوا هنايا كاين الصوره ديال المثلث. انا غادي ندير جوج معالق من هذا الحجم هذا، ما يكونوش كبارين بزاف. وعندي 150 غرام ديال الكاوكاو. هذا الكاوكاو يلاه حمرته، غادي نطحنو بالقشور ديالو. علاش انا نخلي لكم هكا الفواكه الجافه باينه باش تشوفوا لا تيكستور ديالو. شوفوا تبارك الله. هذا الكاوكاو حمرته في الفران وصافي وغادي نطحنو به بالقشور ديالو باش كيعطينا داك المذاق زوين ويجينا حتى داك اللوين حميمر في وسط الحلوه. كيف كتشوفوا هادشي اللي عندي. ان شاء الله ما نكون نسيت حتى شي حاجه. ويلا نبداو على بركه الله. قبل ما نبدا غادي نمشي نطحنو هو الاول. صافي شوفوا تبارك الله زويون. انا كنشري هذاك اللي بالقشور وتنقيه، ولا بغيتو ديروا داك اللي بيض كيتباع غير هكاك ممكن ديروه. صافي غادي نطحن ونجي. ها نتوما البنات التخليطه ديال الكاوكاو طحنتو، ولكن كتخليوه هكذا شويه فيه تهرميشه باش يجيكم ملي تاكلوا الحلوه. ما خصوش يكون مطحون بزاف باش بحال ما تاكلوا غير الطحين. بالعكس خصكم تخليوه هكا شويه، كتجي ديك الكروكون في الفم ديالنا ما بين السنينات ديالنا. شفتوا كيجي غزال والريحه طلقت يا سلام. لي ونفتح الكيس، الاكياس بعدا نوجدهم كلشي نوجدوه على ضربه. نبداو نديرو القطه تاع الملح. عندنا البيضه واجده، الفرماج ها هو ساهل غادي نصوبو. غادي نديرو الان داك السكر الثقيل. انا درت غير نص كاس. بغيتو تضيفوا شويه نزيدو، ممكن نزيد شي شويه فقط بان لي قليل. غادي نزيد واحد شويه هكا. صافي غير نص معلقه صافي. وغادي نخدم الا درتو السكر سنيده. انا ما نديرش السنيده في الحلوه اللي هكا كتكون مرمله، كندير السكر الثقيل. غادي نعجنها بهاد شويه ديال الزيت. كيف قلت لكم دائما نخدموا غير بالزيت بشويه بشويه. اذا باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نخدمها مزيان هاد الزويته. شوفوا هذا هو القياس، ما نكثروش لان في الرابعه في 250 غرام كنديروا كاس. دابا انا عندي غير نص د الرابعه، دونك غادي ندير غير نص كاس. صافي غادي نقطع الفيديو على ما نخدم هاد الحليوه هذه مزيان ونرجع لكم. كيف كتشوفوا غادي نضيف دوك جوج معالق ديال الفرماج، راهم بحال عنده نفس المذاق البنات، ما كاينش شي اختلاف. وعندكم المثلثات ديروا المثلثات. غادي نخدموا ونزيد زويون هذا الفرماج. صراحه جربته في وصفات كثيره. انا اول مره كنشريه. جربته في وصفات كثيره كيجي المذاق يا سلام يا سلام. غادي ندير هنايا ديك البيضه ونخدم مزيان المواد ديالي. صافي وغادي ما نساوش داك الفلون والخميره. صافي انا غادي نخدم الحلوه. صافي غادي نضيف داك الكاوكاو. صافي هو اللي غادي يبقى
يحك لي مزيان دوك الطريفات ديال الزبده، حيت بعض المرات واخا هي بايته برا واخا هكاك كتبقى قاصحه. كنخليوها كتولي بوماد. صافي نكملوا داك الكاوكاو. انا راه عندي 150 غرام. الا شفتوا الكاوكاو بزاف غادي نخليو منه شويه. صافي غادي نديرو نص باكيه ديال الخميره الكيماويه. عندنا هنا 8 غرام، غنديرو غير 4 ونكملو بالدقيق. صافي غادي نجمع صافي هكا، وتجينا الحليوه رطبه البنات وهشيشه. راه هادي بحالنا نقولوا حتى هي من ضمن الحلويات اللي نقولوا غريبه، حتى هي غريبه ولكن بشكل اخر، غريبه الكاوكاو ولكن على شكل هلال. صافي انا غادي نبقى نضيف غير بشويه حتى تجمع لي العجينه ديالي. طبعا العجينه ما كنعجنوش، غير كنلمو حتى كنساليوها الكميه اللي عندنا ديال العجين. هكا نلمو الاطراف. غادي نلمها ونرجع لكم. نتوما البنات هذا هو شكلها بعد ما هانتوما كتشوفوا انا كنجمعها. ما تبقاوش كتزيدوا الطحين، واخا عندكم الجنبات هكا لاصقين حاولوا انكم تفكوهم غير بشويه، لان شحال ما تزيدوا لها الدقيق كتشرب، ومع داك الكاوكاو اللي درنا كيشرب وتبقى كتقصح لكم. دونك خصنا نديروا الطحين غير بالقياس. شوفوا هانتوما هذا هو القياس ديالها. هانتوما صافي هي ما كتلصق في يدي ما والو. صافي انا غادي نجمع هذا الشيء اللي قدامي، نوجد اللاطه ديال الفران، نشعل الفران ديالي نخليه يسخن هكذا. غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح وغادي نرجع معكم باش نشكلوها على شكل هلاليات. انتم البنات راني بديت كنصايب في الهلاليات ديالي على شكل كعيبات. غادي نوريكم الطريقه. كتاخذوا واحد الكميه هكا ديال العجينه، غير شويه ما تكتروش، سهله راه دغيا كتوجد. صافي كنحطوها هكا في اللاطه، كنحطوها هكا في اللاطه صافي، وكنبقاو كنقادوها هكا على شكل كعيبه هكا. كتجي زوينه المنظر ديالها. هانتوما شفتوا صافي، وتحطيها هنايا في اللاطه ديالك. صافي حتى كتكملي الكميه اللي عندك. انا ما كنوزنش، دائما كندير عيني ميزاني. القياس يعني ماشي صغيره ماشي عاوتاني كتكون كبيره، عاود شويه يعني ما كبيره ما صغيره. صافي هكا وتنحطوها بهذا الشكل هذا. ها هي دغيا كتوجد، هي راه ما كتسيح ما والو. صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه. هانتوما شوفوا صافي، ونكمل. وديك الساعات غادي تشوفوا معايا في اللاطه كيفاش جا الشكل ديالهم. حليوات ديال الهلال كيف كيجي المنظر ديالهم، ندور لكم هكا باش تشوفوا. كيجيو على شكل كعيبات. شفتوا هذه هي الكميه اللي عطاتني غير نصف الكميه. الا بغيتوا نتوما دوبلو المقادير دوبلوهم. انا صافي شعلت الفران، كنشعلو من الفوق ومن التحت. اون فوا كيسخن شي شويه صافي كندخل الحلوه ديالي، ودائما نطيبوها على المهل ديالها باش ما تحرقش لينا طبعا، ونقبلوها. صافي غادي نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نخرجوه من الفران. هانتوما البنات هذه هي الحليوه ديالي بعد ما كنخرجوها من الفران. لاحظوا يا البنات انها تكيسوا عليها ملي كتكون في الفران. شوفوا هنايا انا غير جيت نقيسها باش نشوف واش طايبه من التحت وهي تكسرت لي، ولكن اون فوا كتخرجوها شوفوا كتشد راسها، كتجي زوينه هانتوما. ومن بعد راه غادي ترطب، راه قابطه راسها، وحتى الطهي ديالها شوفوا كي داير مزيون وشاده في راسها. دابا غناخذوا سكر كلاص كيف كتشوفوا معايا، كناخذوا سكر ثقيل صافي، وكنبقاو نمرغوا هكا باش كيعطيها داك اللوين زويون في الوجه ديالها. شوفوا على هذا الشكل هذا هكا، وتنحطوها هكذا في طبق التقديم. هي راه ملي تكون كطيبه البنات راه يعني كتبقى خفيفه، ما نقولكمش شحال خفيفه ها انتم، ولكن ها هي اون فوا كتخرج صافي كتشد راسها، ما كاين حتى مشكل هكا. وخليوها حتى تبرد مزيان، عاد ديروا لها سكر كلاص كما شفنا هذيك ديال الخليط. هانتوما زويونه، ها شوفوا الشكل ديالها، هي كنقبطها بكل سهوله. صافي انا غادي نكمل نستمر هكذا نزين فيها.
بالسكر غلاس، وغادي تشوفوها معايا هكا في شكلها النهائي. هانتوما البنات، هذه هي الحليوه ديالي بعد ما كملت لها التزيين. كيف كتشوفوا جات رائعه وتستاهل منا لايكيو عليها، تستاهل علينا منا قليب ونعلقوا عليها شي تعليقات زوينه بحالكم. الحلوه جات رائعه من جد، وهي بنينه بنينه بزاف بالكاوكاو اللي صوبنا لها الداخل. وطبعا درت غير نصف المقادير. نتمنى ان شاء الله هذا الشيء وهذه تحضروها في العيد وتجربوها وتردوا عليا تقولوا لي كيفاش جاتكم. نتمنى لكم فرجه ممتعه. انتم كيف كتشوفوا جات زوينه شكلا ومذاقا. طبعا ما تنسونيش يا البنات لايك 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 للفيديو، وايضا تشتركوا معنا في القناه. قبل داك الشيء غادي تفعلوا الجرس باش يوصلكم مني دائما الجديد. وبسلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم.